في فيديو النهارده جاي نطوره 3 حسابات من الصفر. الحساب الاول هيكون فيه ايتو، والحساب التاني هيكون فيه خالد، والحساب التالت هيكون فيه جوي كريز. قبل ما ندخل على الفيديو كده صلي على النبي كلها واعمل لايك وفولو. نبدأ نطوره في حساب ايتو. معانا 6 فتحات على باكج رونالدينيو. اول فتحه ما جاش حد، والفتحه اللي بعدها يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هل سياتي حد؟ زي الفل. لاست فور. وهل سياتي حد ام لا؟ ويا رب يطلع حد كويس، او يا عم نستنى لحد الفتحه المضمونه عادي. الفتحه اللي بعدها ونقوله بسم الله. هل سياتي حد؟ يا اخي زي الفل والله العظيم. المهم بقى ان ما يطلعناش الحارس. لو طلعنا ايبك ما يطلعناش الحارس، او يطلعنا ايد ميلسون. لا حرام، ايبك دي مفيش اي ام اف في الباك. ده هايلايت والله كويس والله العظيم، بس ده كان 81 مش كويس قوي يعني. لاست وان. وهل سياتي حد ام لا؟ ويلا بسم الله. مفيش حد، ولسه كمان هنفتحه كمان فتحات، بس لما نفتحه الاول الفتحه ام 500 على باكج هازارد. من الباك ده والله العظيم احنا معانا مهاجم، فبالله عليكي تجيب لنا جناح او دفاع او ابراهيموفيتش يا عم والله العظيم. بس الاهم ابعدي عن جوارديولا وشلته اللي هي سويكوفيتش والناس دي. نسيت اقول لكم ان اقوى حساب هيطلع من الفيديو ده هو ده اللي هيتم عليه سلسله من الصفر الفترات الجايه. ومعانا مين؟ ده هايلايت. ده ابراهيموفيتش يا عم. حلوه يا عم والله كويس الحمد لله. اهلا بالاسطوره ابراهيموفيتش اللي غلبنا في الباكج اللي فات. تخيل بقى تبدا تشكيلتك من الصفر باتنين مهاجمين سفاحين اسفح من بعض. ولسه يا جدعان ان شاء الله لو التشكيله دي لها نصيب انها تكمل معانا في زيت من الصفر، التشكيله هتبقى في حته تانية. من عقود الترشيح طبعا نشتغل المعلم الاسطوره ماتيوس كونيا. كده انا مش هجيب ايزاك في الحساب ده وانا معايا السفاحين يعني. رجعنا تاني الباكج رونالدينيو اللي عايزين ان شاء الله يطلع لنا منه لاعب اسطوره زي مثلا رونالدينيو، زي جيرارد، زي توتي. يعني بالله عليك يخف علينا بقى ايه وما تطلعناش بالبطول. هنفتحها واحده واحده كده وان شاء الله تجيب نتيجه. وبسم الله. مفيش. وبسم الله الرحمن الرحيم مع الفتحه اللي بعدها. وهايلايت هيسيدو والله حلو، هيفيدني في التشكيل. الفتحة الأخيرة على الباكج الإيبك المضمونة، ويا رب ما يطلعنا الحارس في الفتحة دي. شكله الحارس الحمد لله مش هو. واستلمنا الفتحة المضمونة على باكج الإيبك. تقول لي عايز مين من الباكج ده؟ عايز توتي، عايز جيرارد، عايز رونالدينيو، عايز كافو يا سيدي. ابعد عني برباتو بالله عليك. هات لي يا عم ميلسون يا عم. ابعد لي عن بيرباتوف الله يخليك الله يحرقك يا كونات. سامعيني يا جدعان؟ انتوا سامعيني؟ انتوا بتعندوا فيا؟ ما حرام بقى يا جدعان، 3 هجوم خلاص كفايه ارحمونا. اخر فتحه دي ممكن تجيب حد تفتكر؟ لا اكيد يعني. باكج نجوم الاسبوع انا مش عايز منه حد معين. ممكن فان دايك، ممكن باريلا، ممكن شاركي، بس خلاص مش عايز حد تاني. افتح الفتحه وبسم الله الرحمن الرحيم. يا رب فان دايك. شكله حد تعبان. رافا سيلفا انا اسمع انه حلو على فكره. دوري الابطال انا عايز منه اي حد اي حد، بس ما عدا هافرتز وما عدا ارنولد وما عدا الواد بتاع سبورتنج ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هل سياتي اللي انا عايزه؟ ماركينيوس والله كويسه 102. ونشتري المعلم فينيسيوس جونيور من متجر LGB. ودي التشكيله النهائيه بعد ما خلصنا كل الفتحات المجانيه. وخد بالك التشكيلة دي عمرها لا يتخطى الساعتين. دي شغل ساعتين فقط يا جماعة. ولو التشكيلة اشتغل أكتر من كده هتوصل لمرحلة كويسة جدا. ولو هي ليها نصيب إنها تكون الحساب الرسمي لسلسلة من الصفر، هيكون الحساب أسطوري. ده حساب جوكريس هنفجره فيه كل البوجات الموجودة. بس الأول تعالى كده نفتحه باكج نجوم الأسبوع نشوف هيطلع لنا مين. طلع لنا لاعب 92 ملهوش أي 30 لازمة. افتح كده باكج نجوم دوري الأبطال ونقوله بسم الله. أنت مين؟ بتاع سبورتنج ابن الكلب. عارف ديمبلي واليامال مش عايزين يطلعوا ليه؟ انا مش فاهم. الباكج ده انحس من باكج الايبك والله. باكج رونالدينيو هنفتحه فتحه فرضانيه وهنفتحه فتحه 10. اكيد يعني مش هيجي حد. هنفتحه بقى فتحه 10 ويا رب بقى يطلع دبل، عشان انا بقالي كتير ما شفتش دبل من اي حمله قلب التفرير والناس دي. مفيش حد. قال ايه انا عايز دبل لما يطلع يا عم واحد الاول. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده على باكج هازارد. واتمنى بقى يطلع لي حد يا عم. يطلع لي هازارد، يطلع لي شنايدر، يطلع لي بيبي، بس ما يطلعليش بروفيتش لان في مهاجم.
ولا طلع ده ولا طلع ده اسكت يا عم وتنيل على عيني. يلا الحمد لله، بس لسه قدامنا حساب لسه هنطوره اللي هو حساب خلد. يلا بينا على حساب خلد عشان هنستلم عليه الفتحة المجانية. هو باكج كولر ولويس فيجو، يعني اتمنى بقى يطلع لي حد من الاتنين دول، ده بابو شنب ده. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مفيش حد يعني بالباكج ده، ولكن طلع لنا، ولكن دي حاجة مش وحشة، كويس جدا. ده في حساب الروت خولة الجديد. والله يا جدعان كويس يا جدعان، ممكن يكون جليتش والله. اتمنى بقى من الباكج ده، بس بنسبة كبيرة مش هيجيلي حد. طلع لي هنا هيجيلي هنا، زي ما معتاد. تعالى بقى نفتحه باكج نجوم الاسبوع. ونجد نجوم الاسبوع اكيد يعني زي ما انتم عارفين انا عايز فان دايك او باريلا، وطلع لنا نفس الحال التالت علينا في حساب جوكريز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم على باكج دوري الابطال، واتمنى يطلع لامين يامال او عثمان ديمبلي. تاني يا جدعان تعذبوش تاني، هو نفس الباكجات بتتعاد معاه. تلات فتحات هنا على باكج رونالدينيو. بسم الله الرحمن الرحيم. هل سيأتي؟ لسه لحد دلوقتي رونالدينيو ما طلعش الا مرة واحدة بس، وإيبك. يلا يا رب بقى رونالدينيو، انا عايز بقى رونالدينيو، حرام بقى يا رونالدينيو، كفايه بربطوف بقى. كنا نفس الباكجات بتتعرف، نفس اللي في حساب جوكريس والله. ايه يا عم بقى ما تجددوا يا عم؟ ماشي يا عم كويس. ضيع علينا الفتحه المضمونه يا جماعه، ضيع علينا الفتحه المضمونه، حرام والله حرام. هايلايت ايه ده يا عم؟ لاست وان ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم. هل سيأتي حد؟ للأسف مفيش. نشتروا كده المعلم يمين يامال، نفتحوا الفتحة دي وندخلوا على باكج هازارد على طول. يا رب بقى يطلع. مفيش رونالدينيو للأسف. هزعل جامد والله العظيم إننا لو ما طلعش حد هنا، هزعل جامد. يعني طلعتنا من المجانية، مش هتطلع لنا من 500 كوين ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم هايلايت. حرام والله يا جدعان، حرام يخرب بيت كده. قلبت بيبي. الحمد لله كده خلاص، يعني 3 ايبكات يا جدعان، 3 ايبكات في حساب واحد. 3 ايبكات لسه في بداية الحساب، لسه ما الحساب مبقالوش يوم. حساب بقى اسطوري من اول يوم ليه يا جدعان. 3 ايبكات اساطير في حساب واحد. دلوقتي انا بقى محتار اكمل بانهي حساب سلسلة من الصفر. اقترحوا عليا في الكومنتات يا جماعة، ولا اخلي سلسلة من الصفر في الحسابين دول؟ قولولي في الكومنتات. اعمل لايك وسبسكرايب عشان تشجعني اكتر في تنزيل فيديوهات. انزل اكتب تحت في الكومنتات ايه رايك في الفيديو، وقول لي برضو اختار انهي حساب ابدا بيه سلسله من الصفر. كيكو وصلنا للفيديو، مش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب القناه وتصلي على النبي وتذكر الله، واشوفكم الفيديو الجاي.